نرجع تاني للفن وللغناء وخضر العطار. غني يا وحيد، غني يا خضير. أمضي هسمعك الكلام ده كله بشكل فني. الله الله الله. غني النوبة فنيا. عبد العزيز زين العابدين ده أحد الشعراء اللي كتب لفنانين بحر وحسين بشير. عبد العزيز من الناس اللي معجونين نوبة. انت صوتك فيه شجن قوي يعني، مش كده يا عم عباس؟ لا لا ده قوي. عشان على فكره ليس وحده، ما قابلتش نوبي الا وكاد يبكي. لا بس ادول الحنين ناصح. الارض. لا ناصح ادول. الحنين. يلا يا اخواني نبكي نوبة. شايف ازاي؟ قولها غنى، قولها غنى، قول الفن. فانا قلت يمكن عبد العزيز ما عرفش الكلام ده، قال يلا يا اخواني، انا قلت هيلو 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 هيلو. دي فيها مأساة كبيرة قوي وفيها كلام كبير. ده زي هيلا هيلا عندنا في بحري. لا لا لا، ده واضح ان معناها العكس. يا دهوتي. ده معناها العكس. لا 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 أعمق. اصحى يا عم عباس. اعمق من كده كمان. اعمق من يا لهوي. مش هلا 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 ايه يا لهوي. ده واحد. قول يا استاذ، قول كلام عبد العزيز. هيلو 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 نوبة يا أمي أنت فين؟ هيلو 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 نوبة يا أمي أنت فين 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 فين؟ من يوم رحلنا ما غاب ليلنا، يا ويلنا بكى ودموع بكى ودموع. ازاي يجيبلنا وافك كبرنا على المهانة وعلى الخضوع. سمع كلامهم وقال لرجالهم مفيش رجوع. يا شعب ساكت ونوبة هوي ونوبة هوي، المدة فاتت ونوبة هوي ونوبة هوي. النوبة تاهت وسط الزحام. يلا هيلو 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 نوبة يا أمي أنت فين؟ نوبة يا أمي أنت فين؟ مش العيلة. بس بيكلم الكبير ازاي وافق. يا سد عالي مالك ومالي، رحت الشمالي على هواك. في النوبة أرضي شمسي وبردي، في النوبة أرضي شمسي وبردي. عمي وجدي مدفون هناك. يا سد عالي يا عندي غالي، رحت الشمالي على هواك. في النوبة أرض شمسي وبردي، عمي وجدي مدفون هناك.
زارع وجالع والرزق طالع، زارع وجالع والرزق طالع، وجوا بلدي عايش ملاك. سمكي في نيلي ونوبة هوي اصطاد يجيلي، سمكي في نيلي اصطاد يجيلي، طالع بيرقص على الشباك. يلا يلا هيلو 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 نوبة يا أمي، انت فين 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 فين؟ الله 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 يا ده شوف الشجن، الله الله. شوف الارتباط بالارض. النوبيين ياه. يعني التأثير الكبير ده عليكم، لا امال على النوبي وقد ايه؟ بيبكي. لا احنا حاسين حقيقي، وناس كتير من الأمة المصرية حاسة بمدى هذا العشق للنوبة من أبناء النوبة. يعني حقيقي يعني شيء ملحوظ جدا، وشيء بيفرح المصريين. في طلب جميل جدا بكلام حضراتكم. الفيلم بتاع الارض، اما الراجل قال غرق الميه غرقت لكن مش عشرة، عشرة البر جميل كله. التعبير. احنا عايزين المستقبل بقى يكون ايه؟ يا ده مصر اللي بقى عايز اتكلم فيه. نقف مع بعض نعشر المنطقه اللي عشرتكم سابقا، وكلنا مع بعض، منظر أدينا جميل. مع بعض. عندنا علماء مصريين افزاز. المشكله بتاع تلوث البحيره دي كان لسه معانا زميلنا حسن كاشف جاي من سويسرا، معاه فكره جميله مش للنوبه، ازاي تكون قريه ملهاش اي انبعاثات تاثر في الجو. وفي علماء في مصر العلم أفزاز. النهارده يحل كل ده ازاي نعمل منطقه زي ما كنت بتكلم في الاول، الفراعنه عملوا المنطقه الرائعه في الدلتا، نعمل دلتا رائعه في الجنوب لا تقل عن دلتا الشمال. وفي نفس الوقت زي ما في شرم الشيخ رائعه في الصيف، يكون عندنا هنا هو المنطقه في الشتاء. واحنا عندنا العقول اللي تقدر تعمل ده، بحيث ان يكون البند النوبي بند من البنود، مش هو كل حاجه. وبعدين هذه مصر. الميه في البحيره دي، بحيره ناصر دي، يبقى فيها الطامي. يعني دي ممكن تخدر المنطقه دي كلها من النوبيين في سنوات قليله جدا، وتبقى مصدر خير لمصر مش مصدر تلوث. نضيف عليها بقى اللي قالوا انت اللي قلت تلوث. ده دعوة بعض في العلماء دعوة البعض. خشية من تلوث خزان مصر. لا احنا نطمن العلماء. نطمنه، بس اقول لك حاجه بقى، ده يقودنا الى نقطه القريه النظيفه. فلنبني في جنوب مصر قرى نظيفه في هذه المنطقه تحمي البيئه والزراعه اللي ما فيهاش اي شيء كيماوي، واحنا قادرين على هذا. أقول لك ما حاجة يتلوث عمدة. الميه، البحيره دي بتاعتنا كلنا. النوبي اللي كان بيبص على نهر النيل كاله، بيعبده. وبعد الرسالات السماويه حابي. بص لها عليها ايه من حابي، آيات الله. يعني. درجه اللي بيتوضى بيتمضمض، اما يتمضمض بيبخ الميه. ما بعيد ينزلش. عن هل الله. هذا أيوة. الانسان يلوث. هيلوث الميه برضه؟ ده كلام ده برضه. ده كان احد الاشياء انه لازم ان يقسم انه لم يلوث ماء النهر. يعني ده كان ده من الإرث المسائل بتاعنا الفرعوني الاساسيه. القديم. ده من ايام الفرعون. احنا ماشي معانا جدي لغايه القديم. 64، حتى في حفلات في زوجة جميلة الماري مارنتو اللي بيغنيها صديقنا العظيم. كل حاجة مرتبطة بهذا بالنهر. لازم يبقى من أنظف ما يمكن. ده الموروث بتاعنا، مش احنا هم نضاف او اذا نرد على دعوه حمايه مياه البحيره من اي تلوث بانشاء قرى نظيفه عصريه متكامله. دلوقتي يا سيدي والعودة. بعد اذنك معانا صديق من كومومبو، الاستاذ ابراهيم عبر الهاتف عايز يخش معانا في المداخله. اتفضل اتفضل يا عم ابراهيم. لا من نسل النوبه يعني. الو. ايوه يا استاذ صلاح، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحيي ضيوفك الكرام، واسمح لي معلش انا استفزني الكلام بتاع سيادتك، وارجو ان سعه صدرك تسمح لي
ارجو ان ما لما اكونش بنقول اخطات. الاخوان النوبيين زي عاملين زي الفلسطينيين، يا ساتر يا رب. ودي كارثه بالنسبه لي، انا كارثه كبيره. لا انا بقول انا اخشى من هذا، انهم فاقدين ارضهم وبيبحثوا عن العوده اليها. ده المعنى اللي انا قصدته يا مولانا. بالظبط. اديني دقيقتين بس انا اوضح لك وجهة لا نظري. اتفضل حضرتك اتفضل. سعادتك انا من كوبومبو، سني 45 سنه، منين من كومومبو يا حاج؟ من قريه العباسيه. يا مرحبا. تمام. تمام؟ يا تبع نسك النوبه. لا 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 أنا لا. كان بيحكي لي نوبي. المرحوم ابوي لما اخواننا النوبيين جو علينا لقونا هنا موجودين في كوبومبو يا استاذ صلاح. اي بيحكي لي ابوي كان زمان عشان كان قاعد في عشه زي عشه الفراخ، كان يروح يسرقوا عروق من اللي جايبينها المسك الاصلي للنوبيين يسقفوا لهم البيوت، كان يسرقوها عشان يسقفوا العشش اللي عايشين فيها. عشش. فانا بعتقد ان كان كلامك يا حاج للاسف انا اسف معلش. على الصعايده اكثر من النوبيين. تمام، دي حاجه يا استاذ صلاح. امر. اسمه ايه يا عمر؟ طب الاستاذ ابراهيم، الحاج خضر عايز الاستاذ خضر عايز يكلمك. قول يا خضر. يا حاج ابراهيم. اديني لو سمحت دقيقتين. يا حاج ابراهيم. طب استنى خضر، اتفضل اتفضل يا حاج. اتفضل يا أستاذ اتفضل إبراهيم. اتفضل. اتفضل يا عم ابراهيم. جمال عبد الناصر يا استاذ خضر، اتفضل. جمال عبد الناصر لما مات لقوا رصيده صفر لو سمحت. عظيم عظيم عظيم، ده راجل بنحترمه ونقدره. ايوه ده مما لا شك فيه. واخواننا النوبيين هجرهم لصالح مصر الام الكبيره. تمام. تمام. احنا قلنا هذا. سعادتك انت تعرف يمكن يا استاذ خضر لو انت جيت اسوان هنا. جيت انا كل يوم في اسوان يا عمي، انا كل اسوان. ممكن انا هقول لك حاجه ظلم واقع علي، حاجه بسيطه. انا خريج دبلوم بقالي 24 سنه. تمام. تمام. طبعا انت تعرف وادي النقره تحت راسنا هنا. جابوا لنا المنيا واسيوط وكاني وماني واحنا ما خدناش حقوقنا، يبقى نصرخ ونقول احنا عايزين حقوقنا وعايزين وده عملوا فينا وسووا، ما ينفعش الكلام ده. معاك يا حاج معاك. فارجو اني لما نتكلم على مش النوبيين، نتكلم على المصريين. احنا طبعا لو فتحنا الباب لان في نوبيين وفي صعايده وفي صحاروه وفي وكل واحد عايز حقوقه. يا حاج ابراهيم، يا حاج ابراهيم، انا عامل البرنامج ده مخصوص عشان اقول كده ان النوبه دي قضيه مصريه. وانا بتكلم في ايه؟ بالظبط. وانا لما قلت الفلسطينيين، انا من عشاق الفلسطينيين ومن المتاسيين انسانيا ونفسيا وعربيا كلنا يا عمده كلنا لما حدث للفلسطينيين. فهذا ليس تقليلا من النوبه والنوبيين، بالعكس احنا عايزين الفلسطينيين كمان يعودوا الى اراضيهم اللي انتزعها هذا الصهيوني الحقير طبعا من ارضنا ومن بلادنا. فاحنا بنقول ان احنا في مصر هنا ما فيش صهيوني، ده احنا مصريين مع بعض. وهذا هذه الكارثه اللي تعرضت لها النوبه في غرق ارضها، زي ما قلنا، زي جمله عم حسن فؤاد العظيم، عشرت البر كله. خلاص بعد الخير ما جه من خلال السد العالي وبتاع. احنا عاملين هذه الليله عشان نقول ان يجب بذل كل جهد لعوده النوبيين الى ارضهم الاصليه ويعودوا حياتهم